اهو الطاجن ده بقى اللي المفروض يتقاله اكاد من فرط الجمال اذوب. عايزه اقول لكم احلى طاجن سجق بالبطاطس ممكن تاكلوه. كمان هنعمله بخمس صوابع بس من السجق، وكمان بربع كيلو بطاطس. يعني الموضوع كله مش هيكلفك ابدا، وهتعملي طاجن بيتباع بره بمبلغ. يلا بسم الله نبدأ مع بعض في وصفتنا. محتاجين في المقادير بتاعتنا سجق وبطاطس وفلفل الوان بقى براحتك خالص، احمر اصفر اخضر براحتك، سبايسي مثلا. وكمان بصل جوانح او مقطع مكعبات وتوم وبس خلاص. ده مكوناتنا ودي مقاديرنا. طيب هنسويه ازاي؟ الاول كده بحط طاسه على النار وبحط فيها السجق. والحقيقه ان انا السجق طبعا عشان معمول في البيت بكل حب ما فيهوش اي دهون خالص. فما لقيتش فيه مش بينزل دهون اصلا، فقلت لا انا عايزه حاجه كده حرشه او حاجه كده تكون دسمه. ايوه الموضوع ما ينفعش، الطاجن ده ما ينفعش غير يعني ما ينفعش غير يكون بدسامه. فالمهم جبت معلقه كده من السمنه، وبعدين شوحت فيها السجق. وسبت السجق صحيح زي ما هو، بس بصراحه عشان السجق كان تخين شويه، فجبت كده مقص عملت منه فتحات عشان السجق يستوي من جوه وبس. ونزلت بمعلقه كده من التوم، معلقه صغيره من التوم المهروس او المفروم، وشوحتهم مع بعض. شميت ريحه التوم مع السجق. نزلت بالخضار اديته تشويحه كمان مع معلقه كده من معجون الطماطم. ونسيت اقول لكم ان احنا ضفنا طبعا طماطم مكعبات زي ما شفتوا في اول الفيديو او في الطبق بتاع المقادير. طيب هنشوح كل ده مع بعضه كده تقليبتين. هننزل بالتوابل، ملح كمون فلفل اسود كزبره ناشفه. بس خلاص مفيش اكتر من كده. كده كده اصلا السجق متبهر او فيه بهاراته، لكن احنا هنضيف التوابل دي علشان الخضار اللي احنا ضايفينه. هنجيب الطاجن اللذيذ ده بدون اي ماده دهنيه خالص، هنقوم حاطين فيه الخلطه او السجق اللي احنا عملناه، ونراعي ان احنا نحط الخضار الاول وبعد كده نحط السجق من فوق عشان يبقى الشكل العاطفي حلو شويه. وبعد كده في نفس الطاسة بس يعني قلبت فيها بس معلقتين كده او ربع كوباية من المية. معلقتين تلاتة او ربع كوباية من المية كده بس عشان ايه انزل كل البهاريز اللي كانت في الطاسة. ونزلت بيهم على السجق ودخلت السجق الفرن في الرف الوسطاني استوى وبقى لونه خطير. طبعا ما شغلتش الشواية ولا اي حاجة خالص، هو اخد لون لوحده. بس خلاص السجق جاهز معانا، قعد بالظبط معايا مع في الفرن يعني معايا 20 دقيقة وكان مستوي زي الفل. جربوا الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله. مع السلامة.